كده اختياري لمسألة فيلم الكيف، هو كان فيلم أنا بشوف إنه بيسيطر عليه الجهد اللغوي يعني المبذول فيه. يعني أنا كنت بشوف إن محمود أبو زيد اللي هو المؤلف بذل فيه أقصى جهد بذل فيه هو جهد لغوي. جهد في مش بس في اختيار الفكرة، لا في اختيار الكلام اللي الناس بتتكلمه. يعني مش كل كلمة كانت بتتقاله بس، لا ده راجل واضح انه كان بيبذل جهد كبير جدا علشان يختار كلمات غريبة علشان يميز بيها الفئة دي من فئات المجتمع اللي هم فئة الحشاشين أو فئة تجار المخدرات أو غيرهم، وبعدين يسميها هي اللغة. زي ما كان بيقول يحيى الفخراني، يعني كان حتى في نهاية الفيلم كان يقول ايه؟ أنا اللي ستفت الأونطة جوه الشنطة، وأنا اللي صحفظت الهوا وبهيصت الشباشي باللولو. صح، اتعلمت اللغة، بكوني اتعلمت اللغة. فخلاص يعني بقت هي دي اللغة يعني في نظره. فالراجل كان باذل جهد كبير جدا، أظنه كان يستحق الدراسة. المؤلف كان بيحاول إن هو يألف كلمات علشان يخلي في خصوصية للمجتمع ده، مجتمع الناس الحشاشين. يا أفا يا أفا، يا أفا، ما هو ده التجديد. طب أنا راضي ضميرك، عمرك سمعت أيتها حد جاب سيرة القفا في أيتها غنوة؟ بيقول له احنا اللي خلينا الشكرة منطخ في الترارلي. المقطع ده كله بيقول له عشان يبرعش ويحنكش ويبقى آخر طعطعة. هو بيقول الكلمات دي وهو يعني كأنه ممكن تماما ان دي كلمات عادية مفهومة. هو الكلمات مقيسة، يعني هو قايسها على الأفعال، أوزان الأفعال العربية. في أوزان هو يعني يبرعش أو يحنكش يفعلل، يعني على نفس أوزان الكلمات العربية. هو جاب كلمات جديدة لكنه استغل الأوزان العربية اللي موجودة والتراكيب اللي موجودة، هو بس شالها وحط مكانها كلمات جديدة. فدي في حد ذاتها تستاهل إن الفيلم يعيش، بغض النظر عن إن كان الكيف موجود أو مش موجود، وإنه كان وهم ولا مش وهم. الحالة اللي كان عاملها الفيلم كانت حالة متميزة جدا. كيف شهوة، والشهوة هي اللي بتشد القرش من جيوب الناس. ده شيطان، الناس هم اللي مغفلين. كان استخدام بعض مصطلحات المنطق والفلسفة. يعني محمود عبد العزيز كان بيكلم أخوه وهو بيقنعه بأن احنا الكيف ما فيش مشكلة في ان احنا نعمل المنتج أو المادة اللي انت بتعملها دي، لأن احنا مش مذنبين. فيبدأ يشرح له بالمنطق قد ايه العمل اللي هما بيعملوه ده عمل جليل، وان هما بينسوا الناس يعني بينسوهم الكيف او المخدرات المضره بالمخدر ده اللي هو مش مضر. كذلك ده كان موجود في فيلم البيضة والحجر اللي هو بتاع برضه محمود ابو زيد، هو اللي كان المؤلف، وكان احمد زكي هو الممثل. برضه احمد زكي كان ليه لقطات كده هو بيقنع الناس بالمنطق وبيتكلم بكلام فلسفي، وهو كان مدرس فلسفة أصلا. خوف الناس من المستقبل بيسبب لهم قلق، والقلق بيخلق الاستعداد لتقبل الإيحاء، وفي ظل الإيحاء الناس بتصدق أي حاجة. أفتكر أكتر ده ممكن يسمع بودانه ويشوف بعينيه حاجات ملهاش أي وجود. يا سلام، أمال الناس متعلقة بالتخاريف من قديم الأزل ليه؟ ليه غاويين يصدقوها ويتلذذوا بسيرتها ويتفرجوا عليها في الروايات والأفلام ليه يعني؟ ليه؟ سيطروا بيها على القلق والخوف من بكره اللي بيعشش جواهم وبيطاردهم. لغة الفيلم كانت هي المعول عليها في إنجاح الفيلم. الكلام ده أصلا كلام ملوش أساس حتى استمر، يعني ملوش وجود، ما كانش له وجود. كلام كتير منه ما كانش ليه وجود إلا في الدراما، يعني حتى ما نزلش الشارع، ما بقاش الناس بتقوله. وطبعا هم خلاص يعني دي مناسبة للممثلين دول، هحطها على الممثلين دول، مش ما طلعتش ظريفة. يعني احنا اكيد هقارن بين باسم سمرة ومحمود عبد العزيز، ما ينفعش انت تقولي مش هيبقى في مقارنة، لا هيبقى في مقارنة. العز يا بيتنا صوب يا ابني، بيت تقيلة لايك بيبول. واداء باسم سمرة
هيفضل محط مقارنة بمحمود عبد العزيز، ودي مشكلة كبيرة. يعني أنا مشفق صراحة على اللي بيحط نفسه في الموقف ده. طب خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يا ماما أنا معايا حباية كنت شايلها الوقت حوزة، بس لا خديها أنت، دي واضح إن أنت محتاجاها أكتر. المهم خديها ربع في ربع كده، عشان إيه؟ لما تسكني يعني. ربع مين؟ في مصطلحات بتيجي في الأفلام باعتبار إنها مصطلحات الشباب في الوقت ده، وهي طبيعة اللغة إنها يقولوا اللغة حية، كائن حي يتجدد، يعني بيتغير وبيطرأ عليه صفات جديدة، دي طبيعة اللغة. هو أصلا ما عملش حاجة من اللي هو محمود عبد العزيز، محمود أبو زيد ما راحش جاب حاجة من الحاجات اللي موجودة، فهو بيقول لك إن ده تطور اللغة في العصر أو تطوير العصر للغة دي. لا، ده هو جاب حاجة ملهاش أي دخل بالواقع أصلا، فهي حاجة مش هنتكلمها ثم يعفو عليها الزمن. بقى تخف الاحجار دي شويه عشان صوتك ينجلي ويجلي. انا صوتي من دماغي، ولما دماغي تنجلي صوتي هيجلجل على كيفك يا عم مزاجي.